بيتعادل مع سيمبا بسبب الدلع والمرقعه وضيعوا على نفسهم الصعود من تنزانيا. انت متخيل ان ممكن كان الاهلي انغلب فرقه سيمبا؟ الاهلي ركبهم عليه الماتش، لعيبه الاهلي ركبت فرقه زي سيمبا دي على الاهلي الماتش بدليل ان هم جابوا جونين. خلينا نتكلم كمجريات مباراه. رضا سليم لعيب كبير قوي ومفتح وصايع، وكل ما هيلعب مع الاهلي هيبقى ملوش حل. رضا سليم كل هجمه او كل كره بتجيله في رجله الاهلي لازم يعمل هجمه. بص رضا سليم قبل ما بص لتشكيله الاهلي قبل ما رضا سليم يطلع، وبص للاهلي ومنظره كهجوميا بعد ما رضا سليم طلع. رضا سليم هيبقى اهم لعيب في منظومه الاهلي، وده من وجهه نظري نجم الاهلي النهارده واحسن لاعب وافضل لاعب في المباراه رضا سليم. كولر المعطيات اللي مش عنده او الحاجات اللي بتخونه، مستوى بيرسي تاو وانا قايل لك عليه، حتى لو بيروح يجيب اجوان بيرسي تاو مستواه مالوش، يعني ما تلاقوش مثلا 5-6 ماتشات راكب فوق وماتشين مثلا تحت وماتش لا، بيرسي تاو ممكن يديك ماتشين ويهبط ماتش. النهارده الناحيه بتاعت بيرسي تاو ما عملتش للاهلي ولا هجمه. هتقعد تدور على ضربه جزاء الحكم ظلم الاهلي، ضربه جزاء مليون في الميه انا مش عارف وما حسبهاش. لا، والنسيبه الاكبر انه راح شاف الفار، ما كانش بيتفرج على الكوره، كان بيتفرج على فيلم تقريبا سلام يا صاحبي او غبي منه فيه، شايف حاجه غير اللي الناس كلها شايفاها. الاهلي اتحرم واتظلم من ضربه جزاء 100%. هل ده مبرر تديه لعيبه الاهلي؟ لا، لعيبه الاهلي كانت في ايديها انها تنهي على سيمبا دي من هناك وتخلص كل حاجه، والماتش اللي كان هيبقى هنا في القاهره ده مالوش اي اصلا 30 لازمه. وفي معلومه لازم كل الناس تعرفها، الفيفا اللي مشرفه على بطوله السوبر ليج والجون خارج الارض مش بجونين، لان الموضوع ده في اوروبا ملغي من سنتين، فالفيفا اللي مشرفه قالت لك الجون مش بجونين، يعني الاهلي جاب هناك 2 وسيمبا جاب هناك 2. طيب الاهلي هنا جاب جون وسيمبا جاب جون، كده تعادل، كده تعادل، ما يتمش اقصاء احد الفريقين عشان الناس تبقى فاهمه. الجون في البطوله دي خارج الارض مش بجونين، لعيبه الاهلي هم المتسببين الاول في نتيجه الماتش. خلي بالك كان ممكن الاهلي يتغلب 2-1 عادي خالص، وممكن كان يدخل فيه التالت بسبب الاستهتار ده. الاستهتار خلى محمد الشناوي اصلا مهزوز. الجون الاول محمد الشناوي مرتكب فضيحه كرويه، مفيش جون يا شناوي ليه اسم زيك يطلع في كوره زي دي. دفاع الاهلي من غير محمد عبد المنعم لا يسوى شيء. محمد عبد المنعم بينجم اي حد جنبه. بص على الجون الاولاني والكوره بتتعمل بالعرض، دفاع الاهلي بيتفتح، لو محمد عبد المنعم موجود استحاله ده كله يحصل. حتى الجون الثاني دايما عبد المنعم بيبقى على القريبه، غلط كبير برضو من محمد الشناوي. محمد عبد المنعم دايما بيبقى على القريبه، بيطلع كل الكلام ده. فما تقوليش اصل ضربه جزاء غيرت نتيجه الماتش، غيرت نتيجه الماتش، بس ده مش مبرر. مش هقول للعيبه اصل احنا اتظلمنا في ضربه جزاء، لا، انت اول تلت ساعه تجيب 3 اجوان، 3 اجوان مؤكدين تنهي على امال الفرقه دي وعلى امال الماتش. هو اللاعب المصري كده يا جماعه، اما بيحس ان اللي قدامه او المنافس اللي قدامه ضعيف بينزل يتدلع ومش شاغل باله بالماتش. الاهلي اول تلت ساعه كورتين كهربا جوه الجون، كهربا ودى الراجل جابوا هنا استاد القاهره هم لسه في تنزانيا وبيحطوا الكوره بشماله، لو عملها القفشه بالعرض انتهى الكلام. الجون الثاني برضو رضا سليم بيعملوها بالعرض، ما توقف، اللي عايزه تتوقف بتتشاط واللي عايزه تتشاط بتتوقف. فالموضوع مع كهربا ان كهربا مش قادر، خلينا نتكلم بوضوح، كهربا مش قادر يقف على رجليه، بدني بقى بيسهر الله اعلم وبيعمل ايه، انما كهربا مش قادر يقف على رجليه. بص لاليو ديانج وبص لكهربا، بص اليو ديانج في الجون الاولاني التحم كامل التحام لغايه ما خد الكوره وراحت لنص الملعب اللي جت لكهربا، وكهربا اداها لرضا سليم. اليو ديانج التحم بتاع التحامين 3 على ما ياخد الكوره. كولر النهارده في لعيبه كتير لازم تخذله، لازم تخذله ولازم تشيله. ان علي معلول مش موجود، ان افضل لاعب في نص ملعب الاهلي هو امام عاشور. امام عاشور بيوصل الاهلي بالجون. انت متخيل النهارده ان امام عاشور لو بيلعب على خط دفاع زي سيمبا ده كان كل كوره هيلعبها هتبقى انفراد. محمد عبد المنعم مش موجود، الراجل محمد هاني برضو في الطراوه نايم في الطراوه. عمري ما اعترفت بمحمد هاني كباك يمين. بص على عمر كمال عبد الواحد، بص على اكرم توفيق، بتلاقي الباك اليمين عنده ميزه هجوميه جامده زي عمر كمال. اكرم توفيق عنده ميزه دفاعيه جامده، انما محمد هاني لا حول ولا قوه الا بالله، ولا دفاع
ولا هجوم زيه زي شأن محمد طاهر. في ناس في الاهلي تحس ان هي بتاكل عيش، الراجل سايبهم مع الدكه وهم نازلين بيبقى عارف ان الناس دي مش هتغير شيء، مش هتعمل اي حاجه. ماتش العوده الاهلي انا بقول لك ممكن يكسب الفرقه دي هنا 3-4، وده برضه هياخدوا قرصه ودن من المدير الفني. اكيد الكلام ده حصل ان الراجل عنف الناس دي. في ايدك تكسب، بتتدلع ليه؟ انت بتتدلع ليه؟ لو الحلقه عجبتكم انزلوا اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب. احلى ناس في الدنيا. كلية